الثانية نفس مد الألف، تقول ماذا؟ أنا حرف أقرع، لا يوجد على رأسي حركة ولا حتى أي همزة، ولا أحب سكون، لذلك كن ممنون. أخو مد بالألف نفسه يصف أول، نفسه لا يأتي عليه أي شيء، مثلا إذا كتبنا كلمة، لا ننسى خط القاعدة، وكتبنا كلمة اقرأ معي يوم الواو هنا أين تقع؟ وسط الكلمة. أحسنتم، النافذة الأولى صحيحة، لكن لا نقول مد الواو إلا إذا وجدنا النافذة الثانية على رأسها ماذا؟ سكون، إذا خطأ. مد الواو لا يحب على رأسه أي شيء، مثل كلمة مثلا مرور، اقرأ معي مرور. الواو هنا أين؟ أحسنتم، وسط الكلمة. على رأسها هنا أين؟ أحسنتم، وسط الكلمة. على رأسها شيء؟ لا، إذا هي مد بالواو. النافذة الثالثة، اضرب معي، ماذا يقول؟ نفس مد الألف، ما قبلي اسمه ممدود. مد الواو الحرف الذي يسبقه اسمه الحرف الممدود، ولكن هنا الاختلاف، مد الألف يحب الفتحة، مد الواو يحب الضمة، إذا لابد أن يوجد عليها ضمة. مثلا ماذا يا صغار؟ إذا فتحنا الباب نرى المقطع الصوتي مد الواو ما قبله ممدود وعليه ضمة، إذا مد الواو يشبه مد الألف في النافذة الأولى، في النافذة الثانية، في النافذة الثالثة، ولكن ما قبله عليه ضمة. أحسنتم، وإلى اللقاء.